توديني فين؟ ايه ده هقع ولا ايه؟ ايوه ايوه. طب عايز اعرف بس انت مغمني كده وموديني على فين؟ طيب تعالي خش اليمين. ايوه كمان خطوه كمان خطوه. ايوه انا فين؟ اقعدي. انا ما اعرفش انت عامل فيا ايه بجد، انت خاطفني ولا ايه؟ تعالي بس. بجد ما تخيلتش ابدا ان جوزي وبنتي وصاحبه يتفقوا عليا ويعملوا لي المفاجأة دي. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا كان عيد ميلادي في شهر 3 5/3، وطبعا كنا داخلين على رمضان وكده، فما جابليش هديه. وجيت قعدت ازن على ركنه، لان الركنه اللي عندي الوانها وحشه جدا، فعمال ياجلني، لا احنا داخلين على رمضان، لا احنا مش عارفه هندفع جمعيه، لا ده احنا مش عارفه هنعمل ايه. المهم ان هو قبض الجمعيه وقعد مع استاذ عمار وقال له تعالى بقى انا هعمل لك خصم حلو جدا جدا، وهات لها الركنه اللي في نفسها وما تزعلهاش. المهم ان هو عمل لي المفاجاه دي ورسموا وخططوا مع بعض كده. دارت بقى هنا الخناقه. عايزاكوا بقى تشهدوا بحق ربنا. هو بقى جه على الركنه دي ومسك فيها وقال لي لونها حلو وعجباني، فيها شازلونج كده وشكلها حلو والوانها حلوه، وانا عجباني الركنه دي. وعايزه اقول لكم ان دي فيها كمان مميزات حلوه جدا جدا ولونها عاجبني قوي. عايزاكوا بقى تقولوا رايكم في الكومنتات، اجيب دي ولا التانية انهي الاحلى؟ احنا دفعنا الفلوس بس لسه ما جبناهاش. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات بالله عليكم. تعالوا بقى نعرف المميزات بتاعت الركنه دي اللي هو عايزها. دي فيها شازلونج، كنبه شازلونج كده، وفيها صحاره، والكنبه التانية بتتفتح سرير زي ما انتم شايفين. كمان في كنبه صغيره كده تقدري تحطيها كده لو عندك ركن صغير او حاجه. هو الخشب ايه ده اكريليك يا استاذه، ده اكريليك مستورد زي ما حضرتك شايفه كده. الخامه اهي، الخامه اهي. انسى يا استاذه ولا اي حاجه. يعني انا لو انا اختلف يا استاذه ما بيتكسرش. قولي بقى الخشب اللي عندك كله اكليريك، خشب اكليريك قوايم؟ لا عندي اكريليك زي ده، وعندي حاجه بقى كونتر طبيعي قوايم زان وقواشيط زان، حاجه محترمه جدا زي كده، حاجه محترمه جدا. انت شكل وخامه كل الالوان منها موجوده، كل الالوان متاحه. تمام. لو حد جه المعرض والشغل اللي في المعرض ما عجبهوش، يعني لو حد جه المعرض والشغل اللي في المعرض عجبه موديل بس ما عجبوش اللون، احنا عندنا امكانيه تغيير لون اي موديل وتفصيل اي شكل واي موديل، لان احنا مصنع. عايزه مقاسات معينه برضو بننفذها زي ما انت عايزه، عايزه صوره بننفذها باجود خامات وباقل الاسعار وفي اسرع وقت وتستلمي على الصوره. حلو قوي. عايزه اقول لكم بقى يا بنات، المكان ده انا اضمنه لكم برقبتي. لو انت عايزه تعملي ركنه لبيتك، عايزه تعملي تجددي اي حاجه، لو انت عروسه او عريس وبتجهز شقتك، او انت حد بيجهز بيفرش شقته، تعالي المكان ده وعلى مسؤوليتي. هنا انا كنت بتفرج على الاوض وكانت عجباني جدا جدا انا وجوزي، والدولاب ده كان عاجبنا قوي بجد. المهم حبايب قلبي، عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، انا اخدت لكم بس كده كام لقطه من المعرض. المعرض كبير فيه كل حاجه بكل الواناتها زي ما قلت لكم. كمان استاذ عمار عمل لنا عرض حلو جدا جدا هتسمعوه دلوقتي، وزودت عليه كمان المله هديه والشحن مجانا لكل متابعيني داخل القاهره، وفي ترابيزه كمان هديه. اما بقى بالنسبه لمتابعيني اللي خارج القاهره، تفتكروا ان انا هنساكم؟ ابدا. عملت لكم خصم على الشحن، هتشيلوا انتوا النص وهم هيشيلوا النص. بص يا استاذه، انا هقول لك عرض يعني مش موجود دلوقتي يعني ومحدش هيسمعه. تمام. والله عشان خاطر اللي انت نورتينا، شفتوا؟ وعشان خاطر متابعينك انا هعمل عرض، انا هعمل عرض ب 37,000 جنيه. الله، مفيش الاسعار دي دلوقتي خالص. هديك اوضه نوم وهديك اوضه اطفال وهديك ركنه سرير زي ديت كده. الركنه دي عجباني ركنه جدا زي دي كده وبكل الوانها زي ما انتوا عايزين، الوان زي ما انتوا عايزين بكل الالوان. الالوانات كلها موجوده زي ما انتوا عايزين. الالوانات كلها موجوده، يعني الكافيهات، البيجات، كل الالوان، الجنزاري، كل حاجه الالوان زي ما انتوا شايفين. في منها دي ومنها دي. بتتفتح سرير كده زي ما انتوا شايفين، بتتعمل شезлونج وبتتعمل كنبه عاديه. طب دلوقتي العرض ده حلو قوي للناس اللي هتتجوز والناس اللي هتفرش شقه جديده والكلام ده كله. طب دلوقتي بقى لو في ست بيت وعايزه بقى تجدد، مثلا تعمل ركنه، تعمل انتريه، عايزه تاخد اوضه نوم لوحدها. انا الاثنين، انا عندي ركن بتبدا من 8000 جنيه حرف ال، وعندي ركن سرير زي ديت عامل. بصي عشان خاطر متابعينك، يعني انا هعملها عشان خاطر متابعينك ب 10500 جنيه وكل الالوان بتاعتنا متاحه. حلوه قوي. هي دي كده بتلف تبقى كنبه، تبقى كنبه، دي حته منفصله لوحدها. طب تعالوا نجيبها كده. حلوه قوي، حلوه قوي بجد. بصوا قد ايه
جميله جدا جدا والله العظيم، والله يا بلاش. طيب في كده هيبقى في خصم اللي هم هيجوا بقى ياخدوا حاجه واحده، هيبقى في خصم ولا هي؟ لا ده هيبقى فيه هديه، وهديهم ترابيزه سكوليت هديه زي ديت كده. دي ترابيزه بتتكسر. الله يبارك لك يا عمو. حاجه زي ما انت شايفه. والله يا محمد انت ربنا يبارك لك ان انت عرفتنا بعمار ده والله العظيم وجبتني المكان ده. انا مبسوطه جدا والله بجد ان انت خدت لي هديه. انا كان بصراحه كان نفسي في ركنه جامد قوي، وهو بصراحه مبروك عليك يا استاذه، ربنا وانتوا يخليك نورتونا. ربنا يخليك. هسيب لكم بقى العنوان بتاعهم ورابط الصفحه بتاعتهم ورقم التليفون للتواصل في الكومنتات.